السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب الصف الثاني الإعدادي، وفي الفيديو ده هنكمل مع بعض الدرس التمهيدي وهو أحوال شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام. اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن أحوال شبه الجزيرة العربية وابتدينا بالحياة الدينية. هنكمل النهاردة كلامنا ونبدأ بالحياة السياسية. لك يعني إيه حياة سياسية؟ تقول لي نظام الحكم. هو إيه أصلا نظام الحكم؟ إحنا عندنا يا إما نظام حكم ملكي زي المملكة العربية السعودية، يا إما جمهوري زي جمهورية مصر العربية. طب يا مستر، نظام الحكم في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام كان إيه؟ ملكي ولا جمهوري؟ أقول لك لا ده ولا ده. السائد كان نظام اسمه النظام القبلي. يبقى تاني، ساد النظام النظام القبلي. اقرأ معايا الإجابة وهفهمك. يبقى ساد النظام القبلي في شبه الجزيرة العربية بما تفسر، هتقول لأنها كانت عبارة عن قبائل متفرقة. تاني، بما تفسر ساد النظام القبلي لأنها كانت عبارة عن قبائل متفرقة. يعني إيه الكلام ده؟ زي ما اتفقنا في الفيديو اللي فات إن شبه الجزيرة العربية عبارة عن مجموعة قبائل. يعني إيه أصلا كلمة قبيلة؟ كلمة قبيلة زيها زي العيلة دلوقتي، إن هم مجموعة من الناس ليهم أصل واحد ونسب واحد، يعني اسمهم واحد وعرق واحد وعادات وتقاليد خاصة بيهم. يبقى شبه الجزيرة العربية كانت عبارة عن مجموعة قبائل، كل قبيلة ليها شيخ يعني كبير القبيلة هو اللي بيحكمها، وكل قبيلة ليها قانون، القانون ده هو اللي بيحدد واجبات وحقوق كل من في القبيلة. يبقى شبه الجزيرة العربية كانت عبارة عن مجموعة قبائل أو عبارة عن قبائل متفرقة، لكل قبيلة شيخ ولكل قبيلة قانون خاص. طب ما تيجي مع بعض كده نفترض ان المربع اللي انا هرسمه ده هو شبه الجزيرة العربية. قلت لك ان شبه الجزيرة العربية عبارة عن مجموعة من القبائل. ادي قبيلة مثلا رقم 1، قبيلة رقم 2، قبيلة رقم 3، يبقى عبارة عن مجموعة من القبائل المتفرقة. قلت لك لكل قبيلة شيخ ولكل قبيلة قانون. يبقى دي لها ايه؟ شيخ وقانون. طب دي شيخ وقانون. يبقى كل قبيلة ليها شيخ وكل قبيلة ليها قانون، وشيخ القبيلة بنقول عليه حاكم القبيلة. يبقى عشان هيجي لك سؤال هيقول لك بما تفسر ساد النظام القبلي في شبه الجزيرة العربية، هتقول له لأنها كانت عبارة عن قبائل متفرقة، لكل قبيلة شيخ يحكمها وكل قبيلة قانون خاص يحدد حقوق وواجبات من في القبيلة. طب يا مستر اديني مثال على القبائل كده، او اشهر قبيلة كانت معروفة في شبه الجزيرة العربية اسمها قبيلة ايه؟ اسمها قبيلة قريش، ودي القبيلة اللي هيطلع منها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، صلى على نبيك. يبقى لو جيت قلت لك اشهر القبائل قبيلة قريش، هي قبيلة قريش دي فين يا مستر؟ هتلاقيها في مكة المكرمة اللي اتكلمنا عليها في الفيديو اللي فات، اللي قلت لك تقع غرب شبه الجزيرة العربية. كده خلصنا من الحياة السياسية. تعال نخش على اللي بعديها وهي الحياة الاقتصادية. يعني ايه يا مستر كلمة الحياة الاقتصادية؟ كلمة اقتصاد يعني الفلوس، كلمة الحياة الاقتصادية يعني الأنشطة اللي هنشتغلها عشان تجيب لنا الفلوس. زي ايه؟ انت عارف من البداية ان الزراعة والصناعة والتجارة من الأنشطة الاقتصادية. هنزود على الحرف دول حرفة الرعي اللي كان بيشتغل فيها معظم الأنبياء في شبه الجزيرة العربية. يبقى تاني قلت لك الحياة الاقتصادية هنتكلم عن الرعي، عن الزراعة، عن الصناعة، وعن التجارة. لحد الآن تمام. لو جيت قلت لك ان شبه الجزيرة العربية عبارة عن بيئة صحراوية يعني ما فيهاش مطر، اكتر حرفة هتبقى منتشرة هنا ايه؟ اكيد رعي الاغنام. انت عارف ان رعي الاغنام اللي هم البدو اللي عايشين في البادية، اللي هم البدو يعني اللي عايشين في الصحراء. انت عارف ان البدو دول معظم شغلتهم اللي هو رعي الاغنام. يبقى قلت لك شبه الجزيرة العربية عبارة عن بيئة صحراوية، اكتر حرفة هتبقى منتشرة هناك هي حرفة ايه؟ الرعي. طب بقول لك صحراء يعني ما بينزلش مطره، هيبقى اقل حرفه هنا ايه؟ جدع، اكيد هيبقى الزراعه. يبقى الزراعه كانت قليله ليه يا مستر؟ بما تفسر كانت الزراعه قليله لندره الامطار. يبقى لو حط لك بما تفسر وقال لك بما تفسر كانت الزراعه قليله في شبه الجزيره العربيه لندره الامطار. تعال هنتكلم عن النشاط الاقتصادي الثالث وهو الصناعه.
شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام عرفوا شوية صناعات، زي صناعة يا مستر، زي صناعة الرماح وصناعة السيوف. يبقى صناعة الرماح وصناعة السيوف، ولو تلاحظ رماح والسيوف الاتنين بيستخدموا في الحروب، يعني القبائل في بينهم حروب كتيرة جدا، وعشان كده كانوا بيصنعوا الرماح والسيوف. نخش على رابع نشاط اقتصادي وهو التجارة. اقرأ معايا كده: كان سكان مكة أكثر مكانة تجارية. سكان مكة هم اللي دايما مشهورين بالتجارة، وكل الناس تتمنى تعمل تجارة مع سكان مكة. طب بما تفسر كان سكان مكة أكثر مكانة تجارية وبيجي كتير جدا؟ قبل ما أجاوب لك على السؤال ده عايز نقرأ مع بعض الآية دي وأقول لك: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. أنا قلت لك لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف، يبقى مين اللي عمل رحلة الشتاء والصيف؟ قريش. طب قريش فين؟ في مكة، يبقى مكة هي التي قامت بتنظيم رحلتي نقط ونقط الشتاء والصيف، وهي دي الإجابة. يبقى تاني بما تفسر، والله بيجي كتير جدا، كان سكان مكة أكثر مكانة تجارية، هتقول لأنهم قاموا بتنظيم رحلتين تجاريتين هما رحلة الشتاء ورحلة الصيف، وافتكرها من الآية الكريمة اللي لسه قايلها لك. والرحلتين التجاريتين دول كانوا يودوا بضائع أو يشتروا بضائع من بره. في الشتاء كانوا بيروحوا إلى بلاد اليمن، ورحلة الصيف كانت إلى بلاد الشام. اوعى تلخبط وتقول رحلة الشتاء لبلاد الشام، لا، رحلة الشتاء إلى بلاد اليمن ورحلة الصيف إلى بلاد الشام. وده كان أصلا علشان ظروف المناخ ومعلومات أصلا مش عايزك تعرفها لي. كل اللي عايزك تعرفه بما تفسر كان سكان مكة أكثر مكانة تجارية في شبه الجزيرة العربية لأنهم قاموا بتنظيم رحلتين تجاريتين، رحلة الشتاء إلى بلاد اليمن ورحلة الصيف إلى بلاد الشام. يبقى الشتاء اليمن، اوعى تقول لي الشتاء الشام عشان حرف الشين، لا، الشتاء يبقى اليمن، الصيف يبقى الشام. لحد دلوقتي فيها اي حاجه ولا اي حاجه؟ تعال نخش على رابع حاجه وهي الحياه الثقافيه. الحياه يا مستر الثقافيه، انت عايز تفهمني يا مستر ان شبه الجزيرة العربية قبل الاسلام، قبل ما سيدنا محمد يجي، كان عندهم ثقافة؟ اقول لك فعلا، ده كانوا مشهورين باكتر حاجة وهي الشعر والخطابة. يبقى اشتهر العرب قبل ظهور الاسلام بالشعر والخطابة. كان عندهم بيقولوا شعر ما فيهوش غلطة واحدة، وعندهم بيقولوا خطبة طويلة عريضة ولا اي غلطة ولا حد يقدر يطلع عليهم غلطة. يبقى شبه الجزيرة العربية اشتهرت بالشعر والخطابة. اشهر الشعراء واحد اسمه النابغة الزبياني، افهم. يبقى تاني اشهر الشعراء النابغة الزبياني. طب اشهر الاسواق سوق عكاظ وسوق ذي المجاز. تاني يبقى اشهر الاسواق سوق عكاظ وسوق ذي المجاز. طب ثانية يا مستر، انت بتقول ايه؟ انت دلوقتي بتكلمنا عن الحياة الثقافية ودخلت لي في الاسواق. ايه علاقة الحياة الثقافية يا مستر بالاسواق؟ هفهمك. انا قلت لك هم مشهورين بايه؟ بالشعر. فالشعراء دول دايما بيحبوا يسمعوا الشعر بتاعهم لاكبر عدد من الناس، وطبيعي ما كانش زمان في تلفزيونات ولا تليفونات يسمعوا لهم الشعر، فكانوا بيدوروا على اكتر حتة يبقى فيها تجمعات. ومعروفة اكتر حتة بيبقى فيها تجمعات هي ايه؟ الاسواق. ايوه فعلا، يوم السوق عندك تلاقي البلد كلها متجمعة في المنطقة دي. فكانوا الشعراء بيحبوا يروحوا للاسواق دول ويبداوا يتنافسوا مع بعض. يعني اتنين من الشعراء يروحوا يقفوا قدام بعض، وده يقول الشعر بتاعه وده يقول الشعر بتاعه، والناس اللي في السوق هي اللي تحكم. يبقى الاسواق كانت لها اهمية. طبعا كانت الاسواق ميدانا لتنافس الشعراء وليست للتجارة فقط. تاني يبقى الاسواق كانت ميدانا لتنافس الشعراء وليست للتجارة فقط، عشان بيجي يقول لك دلل تعددت أهمية الأسواق في شبه الجزيرة العربية حيث كانت ميدانا لتنافس مين؟ الشعراء وليست للتجارة فقط. اتصل الحته دي واطلع لك الاسئله المهمه اللي فيها واقول لك من هو اشهر الشعراء. النابغه الزبياني ده كان الطب، محدش يقدر ينافسه. من اشهر الاسواق عند العرب، اشهر الاسواق سوق عكاظ وسوق ذي المجاز. اهميه الاسواق كانت ميدانا لتنافس الشعراء وليست للتجاره فقط. وخلصنا من الحياه الثقافيه ونخش على الحياه الاجتماعيه. المجتمع عند العرب قبل ظهور الإسلام كان منقسم إلى قسمين. إحنا دلوقتي مجتمعنا منقسم إلى بدو وريف وحضر. عند العرب قبل ظهور الإسلام كان اتنين، هما إيه؟ هما بدو وحضر.
البدو معروف هم سكان الصحراء، يعني البادية يعني الصحراء، فعشان كده بنقول عليهم بدو. والحضر هم سكان المدن. يبقى كان المجتمع العربي ينقسم إلى كام؟ قسمين، سكان البدو وسكان الحضر. لحد دلوقتي تمام. معروفة في أي مجتمع من المجتمعات في الحلو وفي الوحش، في الأخلاق الحميدة وفي الأخلاق السيئة. برضو المجتمع العربي قبل ظهور الإسلام كان فيه أخلاق كويسة جدا يعني أخلاق حميدة، وأخلاق وحشة جدا يعني أخلاق سيئة. ونبتدي بالأخلاق الحميدة. أول حاجة إيه؟ الصبر. تاني حاجة حماية الجار. التالتة الشجاعة والكرم. بعدين الوفاء بالعهد. بعدين العفو عند المقدرة. انت هتحفظها كده بس انا هفهمها لك، يعني خدها من هنا وطلعها من هنا. ونبدأ بالصبر. انا قلت لك هم قاعدين في بيئة صحراوية، يعني الدنيا ولعة عندهم، ومعظم نشاطهم كان نشاط ايه؟ الرعي، يعني محتاج صبر على الحيوانات عقبال ما تاكل وكده. حماية الجار. العرب قبل ظهور الإسلام جارك يعني أنا وإنت واحد، إن حد اعتدى على جاري فكأنه اعتدى عليا وهنحاربه إحنا الاتنين. رقم 3 الشجاعة والكرم. معروف عن العرب إنهم أكرم الناس، يعني إذا قافلة تجارية عدت كانوا يوجبوا معاهم ويحطوا لهم الأكل ويحطوا لهم الشرب. وأيضا معروف عنهم الشجاعة. أنا قلت لك إنك في بيئة إيه؟ رعوية، دايما بتشتغل بالرعي، يعني بترعى شوية حيوانات. يعني ممكن في يوم من الأيام يجي ذئب أو حيوان مفترس عشان يهجم على الحيوانات اللي معاك، ما تسيبهمش انت وتجري، لا، لازم يبقى عندك شجاعة. رقم 4 الوفاء بالعهد. وهحتاج دي قدام، ان العرب هم اكتر ناس يوفوا بالعهد. معروفة عند العرب انهم اكتر ناس عندهم وفاء بالعهد. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لو اديتك كلمة لازم انفذها، حتى لو الكلمة دي او الوعد اللي انا وعدته لك هيضرني، بس ادام وعدتك لازم انفذه. يبقى ده بنقول عليه الوفاء بالعهد. رقم 5 العفو عند المقدرة. يعني لو في يوم من الايام مثلا انت جيت افتريت عليا او ضربتني، وانا جيت اليوم اللي بعده اقدر اضربك، لا، انا ممكن اسامحك واعفو عنك، فبنقول عليها العفو عند المقدرة. كده خلصنا الأخلاق الحميدة. وللأسف الشديد زي ما في أخلاق حميدة في أخلاق سيئة. ونبدأ بأول عادة سيئة عند العرب قبل ظهور الإسلام، وهي وأد البنات. يعني إيه يا مستر وأد البنات؟ دفن البنات وهم لسه صحيين. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا لو خلفت بنت فكأن البنت دي عار عليا، فلازم أدفنها. يبقى أول حاجة وأد البنات. رقم 2 شرب الخمر. العرب قبل ظهور الإسلام شرب الخمر دول عندهم زي المية والله، دايما كانوا يشربوا خمرة، يصحوا الصبح يشربوا خمرة، يناموا بالليل يشربوا خمرة. يبقى شرب الخمر. ولعب الميسر. ايه لعب الميسر ده يا مستر؟ لعب القمار، انك تلعب عن فلوس. رقم 4 الاخذ بالصقر. يعني ايه يا مستر الاخذ بالصقر؟ كلمة الاخذ بالصقر ان مثلا لو نفترض ان واحد من قبيلة قتل واحد في قبيلة تانية، فالقبيلة التانية دي لازم تقتل واحد من القبيلة الاولى. طب القبيلة الاولى هتسكت؟ لا، هتقتل تاني، والتانية هتقتل تالت، وهكذا. بنقول عليها الأخذ بالصقر. يبقى وأد البنات، شرب الخمر، لعب الميسر، الأخذ بالصقر. وأد بنات، شرب الخمر، لعب الميسر، أخذ بالصقر. طب يا مستر انت بتقول لي وأد البنات، على كده شأن المرأة أو مكانة المرأة عند العرب كانت ضعيفة؟ أحب أقول لك لا. لا لا، ازاي يا مستر؟ ده انت لسه قايل لي وأد البنات. عايز اعرفك ان وأد البنات ده كان لا يتم الا في القبائل الفقيرة، القبائل الضعيفة جدا. بمعنى ايه؟ بمعنى لو في قبيلة فقيرة خلفت بنت ده تقتله. طب لو القبيلة قوية مش هتقتل البنات. هم بيقتلوهم ليه اصلا او بيوئدوا البنات ليه اصلا؟ اعتقادا منهم ان احنا قبيلة ضعيفة، فممكن القبيلة التانية تيجي تاخد مننا البنات دول، فبيقتلوهم وهم لسه صاحيين اول ما يتولدوا. يعني على كده يا مستر مكانة المرأة عندهم كويسة مش ضعيفة؟ فعلا ده كانوا بيقدروا المرأة. وكانت في واحدة تتمتع بمكانة عالية عند العرب قبل ظهور الإسلام، وهي السيدة خديجة اللي هتبقى زوجة الرسول بعدين. يبقى من النساء التي تمتعت بمكانة عالية هي السيدة خديجة. ومعلومة عن السيدة خديجة، هي صاحبة أموال كثيرة لأنها تعمل في مجال التجارة، وهنعرفه في الدرس. نلاحظ أن العالم قبل مجيء محمد كان يعم فيه الظلم والفساد فعلا من عبادات لا ترضي الله عز وجل، مثل عبادة الأصنام وعبادة النار وعبادة الأبقار وغيرها من العبادات التي لا ترضي الله. وأيضا شرب الخمر، لعب الميسر، وأد البنات. يبقى العالم كان فيه ظلم وفساد في جميع المجالات. وعشان كده كنا محتاجين لشخص وهو سيدنا محمد يخرجنا من الحاجات المقرفة اللي احنا كنا عليها، ويخرجنا أيضا من الجهل إلى النور، ويبعد الناس عن عبادة الأصنام. يبقى احنا محتاجين للنبي
فعلا الإجابة صح. طب بما تفسر كان العالم في حاجة إلى مجيء محمد عليه الصلاة والسلام ليرشد الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد. يخش على الناس كده اعبدوا ربنا، عبادة الأصنام دي لا تنفع ولا تضر. يبقى أول حاجة يرشد الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد. رقم 2 ينشر قيم العدل والمساواة والرحمة والتسامح. هينشر قيم العدل والمساواة، يقول للناس إن القبيلة الضعيفة زيها زي القبيلة القوية، الاتنين متساويين. وايضا ينشر قيم الرحمه، يقول لهم ما تؤذوش البنات، ازاي تدفن واحده وهي لسه صغيره كده في قلوبكم ما فيش رحمه. لازم ينشر قيم الرحمه. وايضا ينشر قيم التسامح، يعني يقول للناس مش لازم لو واحد من القبيله بتاعتكم اتقتل تاخد بالطقر، لا ممكن يا عم تسامح وتعفو عنه. وبكده نكون خلصنا الدرس التمهيدي اللي عليك. وما تنساش تشترك في القناه وتحط اللايك، لان اللايك هو اللي بيساعد الفيديو انه ينتشر لاكبر عدد من الطلبه. واسيبك مع فيديو الأسئلة تحله، واللي لو حليته اعرف انك فهمت الدرس، واقفل المادة وخش ذاكر اي مادة تانية. وبكده اقدر اقول لك سلام.